أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناتنا افتكاسات البيت المصري. وحشتونا وبقالنا كتير قوي منزلناش فيديوهات، بس النهاردة معانا ضيف جديد وإضافة جديدة لبيتنا. غسالة اوتوماتيك فريش. الغسالة دي اللي حصل إن غسالتي عطلت مرة واحدة، وأنا يعني الغسالة بالنسبة لي شيء مهم جدا، فأنا بصراحة يمكن ده أسرع قرار خدته ان انا نزلت فسألت، فالراجل اقنعني قوي بفريش. ف يعني ايه، وفلوسها كانت كويسة وكده. يعني حجزناها، قلنا له بكرة هنيجي نتكلم يعني ونحجزها. تمام. بس فالمهم انا حجزتها من غير ما ابحث عنها اصلا. فبصراحة لما روحت البيت بحثت عنها وعن امكانياتها، لقيت ان كله بيشكر فيها، وان هي فيها امكانيات عالية جدا بتعادل امكانيات غسالة ال جي. تعالوا بقى نتكلم بسرعة عن الامكانيات، مش هنقعد نلوك كتير. اولا الباب بتاعها واسع، ودي اكتر حاجة عجبتني فيها. الباب بتاعها واسع قوي، فاللي هو انت تقدري تحطي لو حاجة كبيرة مثلا او كمية هدوم مرة واحدة. فعجبني قوي ان الباب بتاعها واسع ومريحة يعني. تاني حاجة، هو الراجل قال لي ان الضمان بتاعها 10 سنين، فدي بتدي الواحد ثقة كده وامان. بس لما جيت بقى اكتشفت ان هي 5 سنين ضمان، و5 سنين كمان عمر افتراضي، يعني قطع الغيار. تمام. يعني 5 سنين ممكن يجيبلك يعني 5 سنين ضمان، وبعد ما الضمان بيخلص معاكي 5 سنين تتوفر قطع غيار. فدي حاجة حلوة قوي. دي حاجة يعني طمنتني. تاني حاجة استهلاك الكهرباء، اقل استهلاك كهرباء، فدي حاجة برضو روعة جدا بالنسبة لاسعار الكهرباء دلوقتي. تالت حاجة ان فيها قوة البخار. فيها قوة البخار. فده بيدي تعقيم حلو قوي للهدوم، فدي حاجة كويسة. وكمان بتخلي الهدوم مش مكرمشة، يعني بتبقى سهلة بتاع ده، سهلة الكي يعني وكده. تمام. كمان اللي بيقولك 7 حركات، ان هي بتتحرك ليها طريق كمان حركة، وهي بتتحرك بتلف لفة معينة بحيث تدي الغسيل حركة اكتر فينضف اكتر. فدي برضو حاجة عجبتني. فيها كمان خاصية الغسيل السريع اللي هي بتبقى 15 دقيقة، اللي هو لو انتي مستعجلة على حاجة قوي، عايز تنزلي بيها بالليل او كده، فممكن تديها شطفة كده او غسلة سريعة بتبقى 15 دقيقة، وبتطلعيها بقى تنشريها، ما بتاخدش وقت اصلا في البتاع ده، في ان هي تنشف يعني وكده. برضو من ضمن الحاجات اللي عجبتني ان كله قال عليها ان هي بتطلع الغسيل ناشف بنسبة كبيرة، نسبة كويسة، يعني ما بياخدش وقت في ان هو ينشف وكده. فدي حاجة برضو كويسة، خصوصا في الشتاء عندنا وكده، وان يبقى معاكي فرصة انك تضيفي يعني تغسلي مرتين في اليوم او اكتر يعني. بس يفضل طبعا ان بين كل غسلة وغسلة يكون معاكي من 4 ل6 ساعات، يعني ده افضل لعمر الغسالة. تالت حاجة برضو في يمكن يعني ان انت ينفع تضيفي ملابس وهي شغالة. دي حاجة كويسة، بس في ناس قالت ان ده بيتم في اول ربع ساعة بس. ده بقى حاجة هنكتشفها مع الاستخدام بتاعنا يعني. انا اكتر حاجة عجباني بصراحة ومتحمسة ليها قصة البخار الكامل دي، وقصة التعقيم، لان انا اصلا اكتر حاجة بفضلها التعقيم دي، بالذات اللي عنده اطفال وكده، وخصوصا بعد اللي حصل ايام الكورونا وكده، فدي بقت حاجة بيجيلي هوس فيها. يمكن من ضمن الحاجات اللي خلتني اجيب غسالة الاطباق هي التعقيم، يعني اكتر من قصة الغسيل. بس يعني انا سامعة عنها كلام حلو قوي، وسامعة ان هي فيها امكانيات حلوة. كمان من ضمن الحاجات الكويسة اللي الراجل قال لي عليها وخلاني ان انا جبتها، ان مفيش سير بين الموتور بتاعها وبين الحلة، ودي حاجة بتطول عمر الموتور نفسه. يعني مفيش سير ان هو في امكانية او احتمالية ان هو يتقطع او يحصل اي مشكلة، او مع الحركة بتاعته
يعني يحصل اي مشكله. فدي حاجه كويسه ان مفيش اي سير بين الحله وبين الموتور. الموتور بتاعها انفرتر، يعني موفر للكهرباء، وفي حاجه اسمها الدفع المباشر. فدي طبعا بتبقى في الغسالات اللي هي الكواليتي العاليه وكده، فدي برضو حاجه حلوه. هي الغساله اللي انا جبتها 8 كيلو، واللفه بتاعت الموتور 1200 لفه دفع مباشر. تمام. انا جبت اللون الفضي، كان في لون كحلي كده لذيذ قوي، بس انا الاجهزه عندي كلها تقريبا فضي، فانا قلت هجيبها فضي. هي فرق السعر قال لي 300 جنيه او 400 جنيه، ما كانش فرق قوي. الفرق الوحيد بين التمانية والتسعة، انا ما حسيتش فرق خالص في عدد الكيلوات، يعني في شكل الغسالة والكمية اللي هتاخدها ما حسيتش يعني. حتى الراجل قال لي هيبقى فرق قطعتين 3 ماكسيمم، فما حسيتش ان الفرق مغري. هو الفرق الوحيد ان بدل 1200 لفة هتبقى 1400 لفة، ده الفرق الوحيد. فانا حسيت ان فرق السعر هيبقى مبالغ قوي فيه قصاد ان انا يعني عدد اللفات بس يعني، ومش هيفرق معايا قوي بصراحة، لان فرق السعر كان عالي، حوالي اكتر من 2000 جنيه او اكتر من 3000 جنيه. ما حسيتش ان ده اوبشن محتاجاه قوي ان انا اضيف المبلغ ده. بس دي كل حاجة يعني. انا كمان مجربة فريش في كذا حاجة. يعني انا كمان الحاجة اللي خلتني اثق ان انا اجيب فريش، ان انا مجرباها في كذا حاجة. يعني انا عندي زي ما انتوا شفتوا معايا في الفيديوهات اللي فاتت، عندي مايكرويف فريش ولغاية دلوقتي يعني الحمد لله بقاله كذا سنة زي الفل وكأنه جديد، الحمد لله، اللهم ديمها نعمة. يعني وعندي كمان الديب فريزر فريش، برضو بقاله كتير، بقاله فترة حلوة برضو معايا وكأنه جديد برضو، يعني ما شاء الله برضو. يعني حاجة فريش معايا كويسة جدا وعايشة معايا كويس، ما قابلتنيش اي مشاكل بالنسبة لها. وبرضو هنبقى نعمل يعني ريفيوهات بقى مع بعض، نشوف الدنيا ايه وكده. واحنا ان شاء الله يعني اتصلنا بالشركة، هنتصل بيها يعني الصبح وتيجي تركبها، وان شاء الله بقى بعد ما تركبها وتفتحها هوريكم شكلها. عايزه اقول لكم شكلها جميل قوي وشيك وشكلها مميز كده، شكلها حاجه ستايل قوي، فشكلها حلو فعلا يعني بالنسبه لسعرها وامكانياتها، فشكلها بالنسبة للمميزات اللي فيها يعني حلوة قوي. لان في حاجات بتديكي اوبشن عالي بس الشكل ما بيكونش حلو، فلا هي شكلها حلو، وان شاء الله هوريها لكم لما تتفتح وتتركب ونعرف كده البروجرام بتاعها ايه والدنيا ايه. بس دي تقريبا كل حاجة. فيها كمان الحلة، بيقولك الحلة الماسية. الحلة الماسية دي اللي هي طريقة الحلة نفسها فيها حاجات معينة هوريها لكم ان شاء الله لما نفتحها، بحيث ان هي بتحافظ على الغسيل ان هو ما يتنتش، وبيحافظ كمان على بيقول يعني بيحافظ على الحساسية، يعني الانسان اللي عنده حساسية من الغسيل والمساحيق والكلام ده بيحافظ على النقطة دي. وكمان فيها حبيبات كده طالعة بحيث ان هي ما تنتش الغسيل وتبوظه وكده. بس يعني وفيها كمان رشاشات، فده بيوزع المية والمسحوق، وبيضمن كمان ال يعني التنظيف بيكون بشكل افضل، والمية يعني فما بيبقاش فيه بواقي مسحوق وكده. بس اعتقد دي كل حاجة يعني مفيدة بالنسبة لكم. التركيب مجاني، فان شاء الله بكرة نتصل بالشركة. هي موعدة من 8 الصبح ل 8 بالليل. وهنشوف هيدونا ميعاد هيجوا امتى. المفروض بيجوا خلال 24 ساعة ل 48 ساعة. وبصراحة هي شركة فريش ما بتتأخرش، والمعاملة كانت كويسة في التجربة اللي فاتت يعني مع الديب فريزر. بس واشوفكم في حلقة جديدة من حلقات قناتنا افتكاسات البيت المصري.